الطهارة تنقسم إلى قسمين. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج هؤلاء العبيد فضحك الملك سبحانه وتعالى وقال: الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أحداث السنة 11، وفي سياق حرب المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر اليوم في ردة أهل البحرين وما حدث فيهم، ثم بعد ذلك عادوا إلى الإسلام. وكان من خبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى ملك البحرين، وهو المنذر بن ساوة العبدي رضي الله عنه وارضاه، وأسلم على يدي العلاء، وأقام العلاء فيهم الإسلام والعدل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بقليل توفي المنذر بن ساوة ملك البحرين، وقد حضره عند موته عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسأله المنذر قبل أن يموت أو وهو في نهاية يعني في فراش الموت، قال له: يا عمرو، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المريض شيئا من ماله، يعني شيء يوصي به غير الورثة؟ أن الوصية هذه لا تكون إلا لغير الوارث. فهل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بشيء من المال محدد يوصيه صاحب المال لغير الورثة؟ فقال له عمرو: نعم، أوصى بالثلث. لما قال لمن؟ سعد بن وقاص. طبعا هو اسمه سعد بن مالك، أن أبوه أبو وقاص اسمه مالك، فسعد بن أبي وقاص ابن أبي وقاص هو سعد بن مالك، لأن أبوه هذا مالك اسمه أبو وقاص كنيته هكذا، فسمي سعد بن أبي وقاص، ولكن اسمه سعد بن مالك رضي الله عنه. فلما مرض في مكة وخاف أن يموت في مكة ولا تمضي هجرته، لأنه هاجر من مكة المدينة لله عز وجل، والذين هاجروا من مكة المدينة لا يجوز لهم الرجوع إلى مكة ولا أن يسكنوها، لأنهم تركوها وتركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم لله. فإذا أرادوا أن يمضوا الهجرة لله عز وجل فلا يرجعوا إلى مكة مرة ثانية. وذلك خاف سعد رضي الله عنه أن يموت في هذا المرض في مكة، كما مات سعد بن خولة الذي خرج الهجرة، ثم لما رجع إلى مكة في عمرة مات في مكة، وحزن حزنا شديدا سعد بن أبي وقاص أن سعد بن خولة مات في مكة، وخاف أن يحدث معه مثل ما حدث مع سعد بن خولة رضي الله عنه. فكان عنده المال كثير، قال: يا رسول الله، يعني أنا أوصي بشطري مالي، بثلثي مالي. قال له: لا توصي بذلك. قال: بالنصف، بالشطر. قال: لا. قال: بالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير، يعني الثلث أوصي به، ومع هذا فإنه كثير. ولذلك استحب العلماء أن ينزل الربع، واستحب أبو بكر رضي الله عنه أن ينزل الخمس، لما جاء في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ذي القربى الآية. فاستحب أن يوصي بالخمس،
ابن عباس استحب أن يوصي بالربع، فهنا قال له الثلث. قال ماذا أصنع به؟ قال هذا الثلث اجعله في أقاربك، وإن شاءت اجعله في أهل الحاجة، يعني المحاويج الذين يحتاجون إلى المال، وإن شئت جعلته صدقة من بعدك محبوسة كالحبس الوقف يعني. فقال أخشى إن تركته حبسا أن يكون كالسائب والوصيلة والحام والبحيرة، لكنه تصدق فيه به في ماذا؟ في أقاربه وفي ذوي الحاجة. ثم بعد ذلك مات رضي الله عنه. اللي هو مين؟ سعد بن أنا مانيش دعوة بسعد بن وقاص. لا المنذر بن ساوي اللي كان بيسأل عمرو بن العاص وصل ولا لا؟ إنما احنا قلنا القصة أصلا مأخوذة من قصة سعد، عشان انتوا شربتوا مع واحد خلاص صدرتوا في وشك على طول لما يوصل آخر الدنيا. لا، المنذر بن ساوي العبدي اللي هو كان ملكا على البحرين. فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين وملكوا أمرهم إلى المنذر بن النعمان بن المنذر، وكان يسمونه الغرور، وسمى نفسه المغرور. ارتد. ولذلك قال قائلهم من ضمن المجموعة الارتدوا يعني لو أن محمدا لو كان محمد نبيا ما مات. كيف النبي يموت؟ كأنهم ما قرأوا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، ما كان يمكن يقتل يوم أحد، صح ولا لا؟ ايوه خلاص. ولما مرض في مرض الموت يموت على الفرش أو يموت في معركة من المعارك. وكان يمكن أن يقتل في حنين لما الكل تفرق من المسلمين ولم يبقى معه إلا 100 مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي معه من المسلمين من أهل الإيمان اللي هم ثبتوا 100 أمام 20,000، ولكنه لما ثبتوا أنزل الله الملائكة، فكان أهل الإيمان يرونه كالنمل. يرونه إيه؟ الملائكة كالنمل. وأهل الكفر يرونهم كالإيه؟ فرسان. وذلك مالك بن عوف فر ومن معه. ليه؟ لأنهم رأوا جنود غير اللي كانوا أمامهم في البداية. الملائكة نزلت، ولم تنزل الملائكة في أي حرب إلا في بدر وفي حنين. في بدر قاتل، وفي حنين ما قاتل لكن نزل وانتصر المسلمين. فكان يمكن للنبي أن يموت في هذا الوقت، وخاصة أنه جهر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا موجود أهو. يعني كشف نفسه للجيش، جيش العدو، ولم يكن معه حماية، ما فيش إلا 100 أمام 20,000. هذا يصنعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت، فقالوا لو كان نبيا ما مات. ولم يبقى في بلدة على الثبات إلا قرية صغيرة تسمى جواثة أو جواث. هذه القرية الوحيدة في دول البحرين، في دولة البحرين كلها بالكامل التي أقامت الجمعة، وكل قرى البحرين كلهم ارتدوا، حتى أن هذا المنذر جاء بمن معه من الجيش وحاصروا هذه القرية ومنعوا عنها الطعام والشراب وكل المدد حتى يموتوا. ولذلك قام عبد الله بن حذف وأرسل قصيدة لأبي بكر يقول ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين. ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة، اللي هي إيه؟ قرية المحاصرة، قعود في جواثة
محصرين، يعني ايه؟ محاصرين، ممنوع عنهم الطعام والشراب وكل أسباب الحياة، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين. من كثر ما جاءوا الواحد يبص قدامه ايه، والشمس لما تطلع عليهم مع الجوع ممكن يشوف الدنيا ايه، تسود امامه. توكلنا على الرحمن إنا قد وجدنا الصبر للمتوكلين. فلما انتهى من القصيدة قام فيهم الجارود ابن المعلى اللي هو صاحب ايه، اللي هو ايه من قرية ايه جواثة، قال لهم، وكان ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه في الدين، قام خطيبا وجمعهم جميعا وقال: أيها الناس. ده مين اللي بيقول؟ الجارود، تحفظ الأسماء، اللي هو كان يعتبر كان أميرا أو سيدا أو مسؤولا عن جواثة. قال: أيها الناس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن كنتم تعلمون، أما إذا كنتم ما تعرفوش اسكتوا، فأخبروني إن كنتم تعلمون ولا تجيبوني إن كنتم لا تعلمون. قالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ شوف الرجل الذكي، صح ولا أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: تعلمونهم أم رأيتموهم؟ يعني تعلمون في أنبياء ولا شفتوا فعلا أنبياء؟ قال: لا بس نعلم ما شفنا. قال: أين ذهبوا؟ ما فعلوا؟ قال: ماتوا. قال: محمد مات. عليه الصلاة والسلام. شوف الرجل بالعقل، هو رجل مؤمن على الإيمان، فأراد أن يرده إلى الحق. قال: الأنبياء اللي سبقوا أنتم شفتوهم بعينيكم ولا جاكم الخبر؟ قالوا: بس علمنا جانا خبر. قال: أين ذهبوا؟ قال: مات. قالوا: محمد مثله مات. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. على طول رددوا جميعا وقالوا إيه؟ ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت أفضلنا وسيدنا. خلاص أنت القائد. وثبتوا على الإسلام وتركوا بقية الناس فيما هم فيه، اللي هم على الردة تركوه. الصديق على الفور بعث إليهم مين؟ إلا الرسول بعثوا في البداية. الرسول بعث مين؟ عمرو بن العاص. لا العلاء بن الحضرمي. بس حتى هو مين عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص كان حضر موت الرجل، إنما الذي ذهب الخطاب في بعد حديبية، الوفود لما ذهبوا بالرسائل، العلاء بن الحضرمي هو الذي ذهب إلى البحرين. فعلى طول أبو بكر رضي الله عنه أرسل لهم من؟ اللي كان الرسول بالأول، أرسل علاء بن الحضرمي، وكان من سادات الصحابة ومن الفقهاء العلماء العباد، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وارضاه. يعني مش سعد بن أبي وقاص بس، برضو العلاء بن الحضرمي كانت له كرامات في هذه المعركة، كرامات أظهرها الله عز وجل على يديه لتكون آية للذين معه حتى يزداد إيمانهم، ولن ارتدوا حتى إما أن ينكل بهم وإما يرجعوا. فالعلاء بن الحضرمي ذهب، ولما دنا من البحرين خربوا ثمامة بن أثان. فاكرينه؟ ثمامة فاكرينه ولا؟ اللي هو إيه؟ سيد بن حنيفة، وكان ضد مسيلمة. كان هو على الإيمان مع من معه، ومسيلمة على الكفر لأن مسيلمة دعا النبوة، فكان يقاتل مع المسلمين ضد مسيلمة. فلما علم بالعلاء أخذ من معه من المؤمنين وذهب نصرة للعلاء. جاء من بني حنيفة إلى فين؟ البحرين دي مش البحرين موجودة دي اللي عارفين. البحرين دي اللي هي تسمى في السعودية الآن الدواسر. وادي الدواسر. عارفين وادي الدواسر؟ هي اللي كانت اسمها البحرين زمان. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة كانت اسمها البحرين. فالبحرين مش الموجودة الآن، لا البحرين اللي هي
الدواسر الآن، وادي الدواسر، يعني يعتبر في الجزيرة، وإذا اللي ارتدوا من الجزيرة. والرسول وعلى الحضرمي ابن الحضرمي لما راح لملك اللي هو المنذر بن ساوى راح له وهو فين؟ في وادي الدواسر الآن. فلما اقتربوا انضم ثمامة إلى جيش العلاء، فأكرمه العلاء ورحب بهم وأحسن إليهم، وكان العلاء هنا مستجاب الدعوة. في هذه الغزوة نزل في منزل فلم يستقر الناس على الأرض. طبعا لما يوصلوا في المكان عشان يعسكروا بينزلوا مع الإبل عشان تستريح الإبل دوبهم نزلوا عليها، لسه المتاع عليها والطعام والشراب وكل شيء، لكي يحدث الله عز وجل آية الإبل كلها بالكامل تركت الجيش ومشت يبحث عنها لم يجدوا. طبعا حياتهم على هذه الإبل، طعام والشراب وسلاحهم وكل شيء، حتى أن بعضهم كان يوصي بعضه، يعني كل واحد يوصي الثاني بالوصية اللي عايزه. خلاص يعني أوشكوا وتأكدوا أن من الهلاك، لأنه إما أن نهلك من الجوع وإما أنه ما نمشيش معنا سلاح نهلك من العدم، يعني هم هلك. فأخذ بعضهم يوصي بعضهم بعضا، وجلسوا والإبل ذهبت ولم يحصلوا منها على بعير واحد، كلها راحت. فلما علم العلاء بما هم فيه وعرف ان هم في فزع، نادى منادي من عنده للناس ايه؟ زي ما كان الرسول بيعمل الصلاه الجامعه يجتمعوا الناس، فهنا نادى فيهم منادي فاجتمعوا، فقال لهم: شوف الايمان، ايها الناس الستم المسلمين؟ قالوا نعم. قال: الستم في سبيل الله؟ طلعتوا ليه؟ سبيل الله. خلاص حتى لو موتنا احنا شويه. ألستم أنصار الله؟ يعني ألستم مسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قال نعم. قال: فأبشروا، فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حاله. مش ممكن الله سبحانه وتعالى يخذل ناس مثلكم على الإسلام جايين لنصرة الله وفي سبيل الله، هم أنصار الله عز وجل. ثم لما جاء وقت الفجر، طبعا هم طول الليل ينتظروا الإبل مشيت خلاص، فلما سمعوا الخطاب وهذا الكلام خلاص اطمأنوا. صلى الفجر وجثى على ركبتيه العلاء، كان مستجاب الدعوة، ورفع يديه وظل يدعو حتى طلعت الشمس، وكلهم جثوا على الركب يدعون ويؤمنون خلفه حتى طلعت الشمس. فما أن طلعت الشمس حتى خلق الله لهم نهرا من البحر بجوار، كانوا في صحراء كده بقدرة الله انشقت الأرض وطلعت لهم بحر مية. فما أن طلعت الشمس حتى خلق الله لهم أو إلى جانب غديرا عظيما من الماء، فمشى العلاء ومشى الناس إليه إلى البحر هذا الغدير، وشربوا واغتسلوا وملأوا الأوعية بتاعتهم وجلسوا يقرأوا. ما ربنا خلقوا كذا بكون فيكون. قالوا: أنتم أنصار الله، خايفين ليه؟ أنتم على الإسلام، أنتم جايين توصلوا دين الله، مش ممكن ربنا يخذلكم أبدا. فأخرج الله لهم إيه؟ الماء. فلما شربوا ما أن ارتفعت الشمس حتى جاءت المعجزة التالية، الإبل كلها جاءت سرب واحد وقفت تحته. شوف مشيت عن طول الليل، فكأنها ذهبت ورعت، وبدعوة العلاء مع قومه عادت إلى مكانها مرة ثانية. وهذه من الكرامات التي يجيها الله على يد أوليائه، وأوليائهم أهل الإيمان والتقوى، مش أي واحد لبس لي سبحة في رقبته وحاطط لي مزقة وعامل دلدول على راسه من ورا شرايط كده وشوية شريط أحمر وشريط أخضر ولا دوالي. ده كذاب، ده نصاب، ده مش ولا حاجة ولا إيه.
عايز توزنه على الولاية توزنه على الكتاب والسنة. هو ده الميزان. يقول لك أنا ولي، ماشي، نعرض عملك على الكتاب والسنة. إذا كان العمل موافقا للكتاب والسنة فعلا هذه ولاية، وإذا كان مخالف يبقى نصب واحتيال، لا ولاية ولا يرفع عنها شيء، بس هو ضحك على الناس خلاص. فلما جاءت الإبل وحشد وجهز نفسه لإيه؟ للغزو، سقوا الإبل من المياه اللي ربنا خلقها دي، النهر اللي طلع لهم. وبعد ذلك فكان هذا ممن عاين الناس من آيات الله بهذه السرية. ثم لما اقترب من جيش المرتدين وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما نزل. شوف المعجزة الثانية. يبقى المعجزة الأولى الله أخرج لهم النهر بدعاء، والثانية أن الإبل رجعت كلها كاملة بما عليها، ما في شيء على نقص، بل جاءت وشربت معهم من النهر. الثالثة لما باتوا بجوار المرتدين، طبعا هم في معسكرهم واهل الاسلام في المعسكر، لما طلعت الفجر يصلوا الفجر يبدا الحرب، يعني اسمع الاذان عندهم يا ايه؟ نشد الغار. اذا في اذان انتهت القضيه، واذا ما في اذان يبقى هم ارتدوا فعلا. في اخر الليل كده العلاء سمع اصوات في داخل معسكر المرتدين، فقال من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ مين يروح يتسلم ويعرف لي ايه الصوت اللي طالع عندهم؟ فذهب الرجل وتسلل فاذا هم سكارى، فجاء واخبره، فبسرعه حشد الجيش واغار عليهم فقتلهم اكثر من 10,000 والباقي فروا. والحطم من ضبيعه اللي هو القائد بتاعهم نام جوا الخيمه، قام على صوت الصراخ. طبعا ما كانوا يشربوا خمر، الخمر كله عمال يخبطوا في بعض. انت عارف الاصوات لو في شارع مش عايزين نسمي الشوارع، طالع شارب مع 3 4 و2 حريم وهكذا يخبطوا بعض في الشوارع. سكران اللي بيشرب خمر ويمشي في الشارع يكون كالبهيمه، يعني البهيمه يمكن تعقل الطريق عنه. يعني قتل منهم اكثر من 10,000 وفر من فر. وطلع الحطم هذا من ضبيعه قال ما حدث؟ لقى الدنيا هيصه كده، فراح وراكب اي بعير وفر، لانه قام مندهش من النوم. الركاب بتاع البعير انفك منه، فقال من يصلح لي ركابي؟ فواحد من المسلمين ومش عارف من المسلمين قال انا اصلح لك، ارفع رجليك. فرفع رجليه فضربه في السيف فقطعها، ومش عايز يموته، عايز يقطع رجله ويسيبه ينزل دم ويتعذب وهو حي. فقطع رجله من عند القدم، عند بعد الكعبين، وراح قطعها. قال انا بصلح لك ركابك، خليك في الركاب. فسقط. قال له اقتلني. قال ما اقتلك، انا اترك هكذا تعذب. وكلما مر عليه رجل قال له اقتلني، حتى مر عليه رجل وهو قيس بن عاصم وندم بعد ذلك وما فكر انه من المسلمين، قال اقتلني فقتل. فلما قتله وجد رجله مقطوعه، فعلم ان في واحد قبله قطع رجله، فندم انه ايه؟ انه قتل، لان صاحبه الاول اراد ان يعذب وانا اللي جيت ريحته، فقتله وانفضوا وهربوا. لكن العلاء امر الجيش ان يتبعوه في كل مكان، وذهب من فر منه الى البحر الى منطقه تسمى دارين، ركبوا اليها طبعا بالسفن. شوف المعجزه الرابعه. المعجزه الاولى ايه؟ الميه، الدعاء والميه. والثاني عوده الإبل. والثالثه ان الله سبحانه وتعالى سلط جيش الاعداء على بعضهم البعض، سكروا وحطموهم دون اي عناء. الرابعه لما اللي فر من فر ركب السفينه وهرب عشان تركب السفينه تريد ان تذهب في ايام، السفينه بتمشي على مهله،
شرع في أن يقسم أول الغنائم الأولى، أخذ 4/5 الغنائم ووزعها على الجيش، والخمس أرسله إلى أبي بكر في المدينة. هذا حق إيه؟ بيت المال. ولما فرغ ذهبوا إلى إيه؟ منطقة الدارين. قالوا خلينا نطلع للغنم، فأجابوه. العلاء قالوا يلا، قالوا يلا. شافوا النصر وخذوا غنائم. كل واحد خد ما شاء الله الإبل والغنم، واللي خد له أولاد، واللي خد له امرأة وسبايا. قالوا يلا، فسار بهم حتى أتى ساحل البحر. فجاءت المعجزة الرابعة، عشان يركب السفن حيجد فيه مشقة أو بعد في المسافة حتى يصل إلى مكان فيه الأعداء حيكونوا فروا. قال لهم اسمعوا، نحن خرجنا في سبيل الله. قال يعني امشوا وراي زي ما أنا ماشي امشوا. فراح داخل بالفرس في البحر فحمله البحر. شوف الناس خرج لله. والله لو خرجت مجموعة لله لينصر الله عز وجل. بس مش كل اللي خرجوا لمصالح شخصية خذلهم الله عز وجل. كل من أراد مصلحة شخصية خذله الله، لأنه ما أراد أن ينصر دين الله، هو أراد أن ينصر نفسه أو ينصر جماعته أو ينصر حزبه. إنما لو أراد أن ينصر الله ويرفع راية رب العالمين وراية الإسلام ينصر الله عز وجل. فلما ما أرادوا وجه الله وأرادوا الدنيا وأرادوا المناصب وأرادوا المكانة ونصرة الحزب أو نصرة الجماعة أو نصرة الكافر خذلهم الله عز وجل. وكل من خرج لنصرة دين الله ينصر الله، وكل من خرج لكي يعني يتحصل على مكاسب شخصية أو خاصة به ومن معه يخذله الله عز وجل. قالوا امشوا ورايا في البحر، فمشى فحمله البحر ما اختفى في الماء إلا حافر البعير. ايه رأيك؟ الحافر فقط. والفرس ما اختفى فيه إلا عند الركبة الأولى اللي تحت الأسفل، المنطقة اللي تحت. ومشى في البحر وصل إلى المكان قبل السفينة. وصل إلى المكان قبل إيه؟ طبعا هو ماشي كان يدعو دعاء يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم، يا أدعية لله عز وجل أن يعني يعين على هذا البحر. فوصلوا إلى المكان، إلى منطقة الدارين، مسيرة قبل السفن بأكثر من يعني وصلوا قبله بيوم وليلة. فقطع الساحل الآخر فقاتل العدو وقهرهم واحتاز غنائمهم كلها، ثم رجع مرة ثانية في البحر ووصل ما واحد منهم سقط منه أي شيء من اللي يحمله، حتى لا سيف ولا عود ولا درع، إلا واحد حبل من البعير وقع منه في المية. ظهر رجع العلاء بنفسه، القائد رجع بفرسه وجاء به وأعطاه له. القائد خد بالك، القائد اللي رجع مش واحد من العسكر، قائد الجيش قائد السرية هو اللي منعهم الرجوع ورجع هو وجاء بهذه الشيء ورده إلى صاحبه. يبقى القائد لازم يعمل إيه؟ لابد أن يكون خادما للرعية. لابد أن يكون إيه؟ خادم للرعية، لأنك أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. ما دمت مسؤولا عنهم لابد أن توفر لكل واحد منه حاجة. رجع العلاء بنفسه وأتى بهذا الشيء وأعطاه لصاحبه واستمر في مشي في البحر حتى رجع إلى البر مرة ثانية. بعد ما راح وقاتله وانهزموا وقتل من قتل وسبى من سبى وأسر من أسر، رجع سالما بجيشه. وهذه من الكرامات. فهو بعث للصديق خطاب مع واحد من الجيش وبعث معاه خمس الغنيمة، فأرسل إليه الصديق يشكره على ما صنع. ولذلك يقول عفيف ابن المنذر: ألم ترى أن الله ذلل بحره؟ ألم ترى يعني إيه؟ يعني ألم تعلم وترى بقلبك، مش بعينك بس، بالقلب الإيمان. ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل.
دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. يعني جاءنا شيء أعجب من فلق البحر لموسى عليه السلام. الأوائل في بحر فلق موسى عليه السلام. فجاءنا بأعجب إيه؟ من فلق البحار الأوائل. يعني زي ما ربنا بالعصا فلق البحر لموسى، عمل 12 طريق وطريق يبس والناس تمشي فيه، ما فيش لا طينة ولا شيء، الخيل تمشي ويمشوا على رجليهم والطرق فيها شبابيك وكل شيء. دول بقى مش بس عمل طرق. يا أخي موسى عليه السلام لما فتح له البحر عمل له طرق بأرض يابسة. يعني كان يمشي على أرض يابسة ولا على مية؟ لا على المية. هذول يمشوا على المية. مش على المية. يعني الذي صنعه الله للعلاء أكثر من الذي صنعه لموسى. لأنه صنع لموسى صنع له طرق في المية، طرق يابسة يمشي فيها بدون عناء. لكن العلاء مشى بفرسه على الماء، ومشى الجيش بالإبل على الماء، ما غاص خف البعير في الماء. خف اللي هو يمشي، يعني اعتبر الماء صحراء يمشي عليها ايه؟ والبعير لما يمشي بصحراء يمشي على ايه؟ على الصحراء، على التراب. فكأن الله جعل هذا الماء بدل التراب يمشي عليها بالخف، وجعلها بالنسبة للفرس. الفرس لما يمشي بالصحراء يمشي ليه؟ الجزء الأول من حافره هو الذي ايه؟ يغوص. جعل سبحان الله نفس السير على الصحراء لهذه السرية جعلها الله عز وجل لهم على البحر. وذاك سيف بن عمر التميمي يقول أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء وما أجرى الله على يديه من الكرامات. كان ماشي معاهم واحد راهب، شافوا ماشيين، ما هو كان من ضمن القرية المحاصرة وراهب. وبعدين المسلمون يعني ممنوع أنهم يعتدوا على صومعة ولا يعتدوا على راهب ولا امرأة على جوز ولا شيخ كبير ولا على طفل. هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامر الصديق من بعده. واحد في الصومعة ما فيش دعوة به، خليه يعبد ربه بطريقته وحر. هذا الراهب شاف الوضع قال لا يمكن أبدا إني ما أتبع هؤلاء، أخشى إن لم أسألوه. لأنه على طول ساعة ما شاف راح للعلاء وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم على يد العلاء. طيب وبعدين؟ قالوا طب ليه أنت عملت كده؟ قال سمعت في السحر في الليل، وذاك العباد اللي هم الرهبان يعبدوا الله على توحيد، ما لهمش علاقة باللي بيفعلوا النصارى ولا لا، هم لهم عبادة على الإنجيل اللي هم حفظوه عن عيسى زي الحواريين. فأنا سمعت صوت في وقت السحر يدعو يقول، قالوا إيه؟ قال سمعت يقول اللهم أنت أرحم الراحمين، أنت الرحمن الرحيم، لا إله غيرك البديع، ليس قبلك شيء، الدائم غير الغافل، والذي لا يموت، خالق ما يرى وما لا يرى، وكل يوم أنت في شأن، وعلمت اللهم كل شيء علما. قال فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله. مش ممكن الملائكة تيجي تعين هؤلاء إلا إذا كانوا فعلا خرجوا نصر لله. فعلى طول عرفت أنهم على الحق فدخل في الإسلام. اللي هو مين؟ الراهب. هذا الراهب دخل في الإسلام. ولذلك يعتبر كده العلاء رضي الله عنه وارضاه ومن معه من المسلمين الذين بعثهم الصديق سيطروا على منطقة البحرين، واللي قتل مرتدا، والذي لم يقتل عاد مرة ثانية إلى الإسلام، واستقر الإسلام مرة ثانية في منطقة البحرين بسبب من؟ بسبب عزم الصديق رضي الله عنه وإصراره على قتال المرتدين واستجابة أصحابه الذين تحركوا في الأمصار لنصرة الدين ولتأديب هؤلاء المرتدين. ثم بعد منها جاءت ردة أهل عمان. فاكرين أنتم عمان؟ عمرو بن العاص. طيب. كان عليها جيفر وعباد، إنهم الاثنين بيقولوا عليها. وكان جيفر كان إيه؟ فظا، وكان عباد إيه؟ لين شوي. فعمرو بن العاص لما أخذ الكتاب
من الرسول صلى الله عليه وسلم وراح قبل وفاته، ما رضيش، مش عمل زي بيت الرسل يروح على يقول له خد، لا، جلس في المدينة كده يتجول ويتعرف على الناس ومش عارفين، واحد بدوي وكان داهية رضي الله عنه ذكيا، لحد ما قرب منهم وعرف مين فيهم اللين ومين فيهم الفظ، فعرف ان عباد هذا هو احن شويه بالكلام، فاقترب وعرض عليه الاسلام وكذا، قال له طب اشاور اخي، قال له شاور اخك براحتك، لكن انا بعد ما تشاور اخك انا بجلس معكم 3 ايام، اما ان تقبلوا الرساله وتدخلوا الاسلام، واما يجيكم الجيش ينزع منكم الملك، اما ان اسلمتم الرسول صلى الله عليه وسلم يبقيكم على الملك، تبقوا انتوا الاثنين زي ما انتم ملوك عمر، انما ان عاندتم هتدفعوا جزيه، ما دفعتوش هتقاتل ويسلم منكم الملك. فالمهم انه تم ايه؟ اسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم خرج واحد اسمه لقيط بن مالك الازدي، وكان يسمى بالجلندي، يسمى بايه؟ الجلندي، فادعى النبوه، كلهم صاروا انبياء، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال سيظهر بعد 30 كذابا، وهذا منهم أخر طليحة منهم ومسيلمة والعنسي وسجاح العاهرة وما شبه، كل ما قلت كله، هذه سجاح التي ارتكبت الفحشاء، نبي هذه ارتكبت الفحشاء مع نبي، مسيلمة قال النبي ويا نبي، الاثنين ارتكبوا الفحشاء، ما قال لك ايه؟ نبي مع نبي، يا سلام، هو الوحي ده مش اي واحد مش بتقول خد لك شويه وحي ولا ايه؟ فيعني هذا من ضمن ال30 الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج ايه؟ 30 كذابا، هذا من ضمن الكذابين اللي هو مين؟ الجلندي هذا. وتابعه الجهل من اهل عمان، طبعا جيفر وعباد، هذا اللقيط طردهم وتغلب عليهم وطردهم من المكان، قال خلاص انا نبي وانا قائد المنطقه والناس كلها معي وتبرت، وداهم لواحد جبال على طول. جيفر كتب كتاب وارسل للصديق واخبره ما حدث، فبعث الصديق اليه باميره، خلاص تبدا الجيوش تحرك. حذيفه بن محصن الحميري جعله على سرير، وعرفجه البارقي من الأزد جعله على سرير، وقال لحذيفه انت تروح على عمان، وقال لعرفجه انت تذهب الى مبرم، الاثنين جنب بعض، أنت يمن، لكن إذا اجتمعتم انتوا الاثنين عشان تقاتلوا جهة، يكون الجهة لا تقاتلوها أميرها صاحب الجهة، يعني مثلا حذيفة هذا موجه إلى عمان، وعرفجة البارقي موجه إلى مبرم، إذا ذهبوا لقتال عمان من يكون القائد؟ حذيفة. وإذا ذهبوا إلى مبرم، شوف تنظيم الدولة الإسلامية، مش همج، لا تنظيم، واللي يذهبوا إليها الثاني يكون إيه؟ يطيع. قال إذا أنتوا الاثنين أمراء، كل واحد منكم على جهة، الجهة اللي هتحاربوها يكون الأمير اللي موجه إليه. ثم أرسل إلى عكرمة وراءه عونا، وقال له أنت لعكرمة لا تصنع ما صنعت في اليمامة. إيه عمل في اليمامة؟ فاكرين؟ لا تقدم بدري. ايوه احسنت. ارسل عكرمه، ابو بكر ارسل عكرمه لمسيلمه، خالد طبعا كان لسه فين؟ عند مالك بن نويره، ما راحش لمسيلمه، فعكرمه ارسله وارسل خلفه شرحبيل بن حسن، شرحبيل بن حسن لكي ايه؟ يكون ايه؟ عونا لعكرمه. المفروض عكرمه ينتظر حتى يصل اليه شرحبيل، قال لك لا، اما ادخل على مسيلمه انتصر عليه والنصر لي انا مش لشرحبيل. شوف لما دخلت هذه الفكره في ذهنه انهزم، واصابه قرح يعني ايه؟ دماء، يمسسكم ايه؟ قرح، وقد مس القوم قرح مثل القرح والدماء اللي تخرج من الايه؟ على سطح الجلد. وقراءة ايه؟ يمسسكم قرح، هذه قراءة ثانية. القرح اللي هو الجرح الذي ايه؟ غار في الجسم. عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ قرح وقرح.
القرح اللي هو الجرح اللي ايه؟ السطحي. يا حسين السطحي. انما القرح الجرح الغائر. فجعل قراءة إن يمسسكم قرح يعني جروح. سطحي. أما قرح يعني أن الجروح تعمقت في الجسم، غار يعني السيوف أو السهام يعني دخلت في داخل الجسم، فأصابهم قرح في هذه المعركة، فكأنه أدب نفسه وأرسل الصديق فلامه الصديق وأنبه، لأن صنع قال لأرينك ولأسمعن بك إلا بعد بلاء، لازم تبتلى، أن أنت فعلت هذا يعني ما التزمتش بالأمر، ما أرسلت شرحبيل خلفك لكي يكون عونا لك، يبقى تنتظر لم يصل. فلما أصيب وتسرع انتظر خالد بن الوليد، لما عرف أن خالد جاي من عند مين؟ ملك بن نويرة، انتظر. فهذا الدرس الذي أخذه أرسله عونا لحذيفة وعرفجة، ويقول له الرأي، يعني في النهاية يرجع إليه، لكن ما تفعلش مثل ما فعلت في اليمن. فلما وصلوا قال إن فرغتم من عمان بقيادة حذيفة تتوجه إلى مهرة بقيادة مين؟ عرفجة. ويكون الرأي في المرجع في النهاية ترجع الأمر إلى من؟ إلى عكرمة، لأنه قرشي، والقيادة والخلافة تكون فين؟ في قريش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك ال 12 خليفة أو 5 خلفاء قبل الملوك اللي كانوا في بداية الخلافة هم من قريش: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن. دول خلوا 30 سنة. خلوا كم سنة؟ 30. ذكرناهم احنا مرات. أبو بكر كم سنة؟ 2 و3 أشهر. وعمر 10 سنوات و6 أشهر. يبقى كم كده؟ 12 19. و12 لعثمان، 24 وكم؟ 9 و9 أشهر. و6 أشهر للحسن للعلي، 6 أشهر للحسن، يبقى كم؟ ما قلتش عليه، ما أنا هقول عليه. و6 أشهر للحسن يبقى كم؟ 25 وكم؟ وأنا 9 و4 13 شهر، يبقى 25 وكم؟ وشهر. و4 سنين و9 أشهر لمين؟ علي بن أبي طالب. 30 سنة. 30 سنة هذه هي خلافة قريش، الخلافة الراشدة. ثم جاء بعد منها الملك معاوية بن يزيد، ثم عبد الملك بن مروان وأولاده ال4، ومعهم مين؟ عمر بن عبد العزيز. إن عمر بن عبد العزيز مش من أولاد عبد الملك، ده ابن أخوه. عبد العزيز. لكن عمر بن عبد العزيز مسك الخلافة بعد سليمان، الوليد ثم سليمان ثم عمر، ثم جاء يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك، ثم بعد كده انتهى عصر الخلافة الراشدة وبدأت الفوضى. بدأت إيه؟ الفوضى في الدولة الإسلامية الفاطمية والعباسية وما أشبه ذلك، بعدين كلها فوضى. إذا لما هذا جاء عند هذا المكان وكتب إليهما الصديق أن ينتهي إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير إلى عمان، أول مقام بها. يعني عكرمة يقول لهم إما بعد ما تنتهوا من عمان يا تستمروا فيها تخرجوا. فساروا، فلما اقتربوا من عمان عشان تظهر بقى المعجزات هنا، راسلوا مين؟ وعكرمة برضه قرشي رجل مقاتل. راسلوا جيفر. جيفر له مين؟ جيفر له كان ايه؟ كان ملك البحرين اللي طردوا مين؟ اللي طردوا هذا لقيط بن مالك. ملك عمان. ملك عمان. وبلغ لقيط اللي هو ادعى النبوة ده مجيء الجيش، فاستعد وجمع الجيش والعسكر ليكون أقوى للحرب. واجتمع جيفر وعباد اللي هم الأخين في مكان يقال له صحار، فعسكر به وبعث إلى أمراء الصديق: أنتوا فين في المكان؟ تعالوا علينا. فجاءوا فتقاتل الجيشان هناك، وتقاتلوا قتالا شديدا، وابتلي المسلمون وكادوا أن يولوا. فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددا في الساعة الراهنة من بني ناحية، من بني ناجية وبني عبد القيس.
كانوا جايين، جم وراهم في جماعة من الأمراء انضموا للجيش، جاء النصر وانتصر. فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصر، فولى المشركون مدبرين وركب المسلمون ظهورهم وراهم، قتل ونهب وأسر للجيش. طبعا العسكر أو المقاتل إذا يمسك بإيه يكونوا أسيرا، إنما الأولاد والنساء يكونوا سبايا. فقتلوا منهم 10,000 مقاتل وسبوا الذراري وأخذوا الأموال وساقوها بحذافيرهم، وبعثوا الخمس إلى الصديق رضي الله عنه مع أحد الأمراء. كان في مين أمراء؟ حذيفة الحميري ومين وعكرمة البارقي. عكرمة هذا المسؤول. أرسلوا الخمس مع عرفجة إلى الصديق رضي الله عنه، ثم رجع إلى أصحابه. وأما مهرة اللي كان يرسل مين؟ عرفجة البارقي، فإنهم لما فرغوا من عمان سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة، فمن معه بمن معه من الجيش ومن أضيف إليهم، حتى اقتحم على مهرة بلادها فوجدهم جندين، عملوا سريتين اللي هم أهل إيه مهرة. قال لك لما نقسم الجيش إيه قسمين، قسم جهة وقت عشان إذا كان الجيش المسلمين يستخدمون وبتنوا وهكذا، فجعلوا قسمين اثنين. قسم منهم حطوا عليه قائد وهو اسمه في مكان الأمير يسمى اسمه المصبح، ودي طبعا أكثر الجيش. وقسم ثاني حطوا عليه واحد اسمه شخريت أو سحريت، إما شخريت أو سخريت، شخريت أو سخريت بالسين أو بالشين. عكرمة من ذكائه سمع أن المصبح وشخريت هذا على خلاف، فيعمل إيه؟ راح عمل رسالة لمين؟ لشخريت، إيه رأيك؟ تنضم لنا ولا نسير على الاثنين؟ قال لا ننضم لك، تعال. فأخذ شخريت جيشه وتركوا الردة وانضموا لجيش المسلمين، وقاموا جميعا على المصبح، وهذاك تماثل مش هترك فاغتر بالكثرة اللي هو اسمه مصبح، وبعث إليه عكرمة يدعو إلى الله وإلى السمع والطاعة، فاغتر بكثرة من معه ومخالفته لشخريت، فتمادى بالغنى فصار إليه عكرمة ومن معه من الجنود، فاقتتلوا مع المصبح أشد من قتال دبا المتقدم، ثم فتح الله بالظفر والنصر ففر المشركون وقتل المصبح، قتلوه القائد. وما دام القائد يقتل بايه؟ جند تفر. وقتل خلق كثير من قومه، وغنم المسلمون الأموال، وكان من جملة ما غنموا 1000 نجيبة. نجيبة اللي ايه؟ الناقة السريعة من ضمن الغنائم. فخمس عكرمة الغنائم، وزع 4 أخماس على الجيش. طبعا الجيش اللي بتوزع عليه 4 أخماس حاجة كبيرة، الراكب له ضعف الماشي، والخمس يرجع لبيت مال المسلمين. الجيش بيتشجع، جالنا غنم وجالنا إبل وجالنا فلوس وجالنا كمان نساء وأولاده وأموال، يقاتل مرة ثانية. ولذلك جعل الرزق عن إيه؟ عند ظل رمح. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الرزق عند ظل الرمح، يعني هذا الرمح هو الذي يأتي بالرزق. طبعا هذا سبب، لكن الرزق من الله عز وجل، لكن هذا سبب. يعني إيه؟ يعني نظل في الجهاد لنصرة الدين ويأتينا الرزق سببا، تقاتل وترفع كلمة الله وتنصر الدين ويأتيك الرزق. كانوا يعيشون على إيه؟ على الرزق، على الرزق الذي تحت الرمح. فبعث بالخمس إلى الصديق مع شخريت هذا الذي إيه؟ خالف المصبح وانضم إليه، وأخبره ما فتح الله عليه. والبشارة مع رجل يقال له السائم من بني عابد. وذلك إيه؟ واحد من الشعراء ينشر يقول إيه؟ جزى الله شخريتا وأفناء هاشما. شخريت لأنه إيه؟ ترك نصرة صاحبه وراح انضم للمسلمين، فهد من عزم الجيش الكفار أو المرتدين وانضموا للمسلمين. فالشعر يقول إيه؟ جزى الله شخريتا وأفناء
أفناء هاشم وفرضهم إذ سارت إلينا الحلائب جزاء مسي لم يراقب لذمة ولم يزجها فيما يرجى الأقارب أعكرم لولا جمع قومي وفعلهم لضاقت عليكم بالفضاء المذاهب وكنا كمن اقتاد كفا بأختها. فواحد ازاي واحدة بالتانية مفيش حاجة فيه فاضي. كمن اقتاد ايه؟ كفا يعني ايه؟ يعني ايه لما تجيب ايدها تاخد ايه؟ تاخدش حاجة. وكنا كمن اقتاد كفا بأختها وحلت علينا في الدهور النوائب وانهزم. ثم بعد منها طبعا عكرمة موصل للصديق ايه؟ انه اول ما تنتهي من هنا تتحرك مباشرة بعد النصر وترسي قواعد التوحيد، واهل الردة يرجعوا، اما يقتل واللي يفر واللي ينتظر يبقى على الايمان يرجع. تتوجه الى اليمن. ليه؟ لان هناك مين؟ نعم الاسود العنسي. لا الاسود العنسي خلاص قتلوا فيروز. قتلوا فيروز وانتهى منه. هناك صحابي من الصحابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ارسله هناك يعلم الناس، وهو المهاجر ابن ابي اميه. المهاجر ابن ابي اميه كان هناك، فقال لعكرمه اخرج بالجيش واذهب الى المهاجر عشان ايه؟ تكون عونا له على ايه؟ على اهل اليمن. وطبعا فيروز الديلمي رضي الله عنه قتل الاسود العنسي، وكان معه دذويه، واحد اسمه دذويه، واحد ثالث اسمه قيس بن مكشوح. ثلاثة اجتمعوا وتآمروا على العنسي وقتلوه في بيته. قيس هذا يريد أن يأخذ الملك لنفسه، فيتخلص من مين؟ من دذويه ومن فيروز، فعايز يقتلهم غيلة. غيلة يعني ايه؟ يعني بدون قتال، يعني يغدر بالغدر. الغيلة هي الغدر. فعمل طعام وارسل ابعث لواحد اول لما يجي عندي جاي يتغدى اقتله وارميه، وارسل شوف الغدر. استغفر. فلما ارسل دذويه جاءهم صاحبه، هم الثلاثه اجتمعوا على قتل النبي. هذا ده هو العنسي يعني اصحاب الثلاثه. لما وصل عنده اول ما جلس ضرب راسه بالسيف قتل، وارسل الى فيروز ده صاحبه برضه رايح في الطريق، مر سمع امراه تتكلم قالت وهذا مقتول كما قتل صاحبه. ما عرفت انه قيس هذا قتل دذويه بسبب الحيله بالغداء، علشان الغداء قتلوا عليه. وارسل الثاني فيروز، فلما مر شافته المراه عرف القصه الاول، قالت وهذا ايضا مقتول كما قتل صاحبه، فسمعها فرجع نجا من الموت. ثم لما ذهب عكرمة ومن معه سيطروا على قيس وأسروه مع عمرو بن معد كريب. عمرو بن معد كريب اللي هو من أقارب زيد سيف بن زياد بن معد كريب، اللي هو إيه؟ أخذ السلطة على اليمن من بلاد فارس. لما أبرهة أو أرياط اختتل ومسك الله الحكم سيطر عليه. حب سيف هذا يستنصر بالنصارى في الشام بقيصر رفض، قال الحبشة نصارى واحنا نصارى، كيف انصرك على النصارى؟ ساووا. فتركه وذهب الى كسرى. فكسرى ارسل معاه، قال لك انا هرسل مع جيش، والجماعه الرهبان واللي هو اللي بيعبدوا النار عند كسرى قالوا انت تبع الجيش في حرب غير مضمونه. قالوا امال ايه؟ قال انت عندك في السجون ناس محكوم عليهم بالاعدام وما نفذناش حكم الاعدام. قال يعني يجمع هؤلاء المساجين ويعملهم جيش ويحط عليهم قائد وطلعهم معه. إذا قتلوا أنت أصلا كنت عدو، حكم عليهم بالإعدام. وإذا انتصروا النصر يقول لك أنت. يبقى سيطرة الفرس على اليمن. وهذا كان بداية دخول الفرس إلى اليمن، ووضع باذان هو القائد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة المعروفة لما أرسل كتاب إلى كسرى فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، فمن غير ما يقرأ يكتب اسمه قبل اسمي ورمى. كيف يكتب اسمه قبل اسمه؟
وأرسل إلى باذان قال له 2 من عندك، ما تبعتش جيش، 2 ابعتهم للمدينة لهذا الرجل يجيبوا لي أسير لحد عندي هنا عشان أنا أقطع راسه. باذان لازم ينفذ الأمر، فأرسل 2 بقى اللي هم بودي جارد، عارفين بودي جارد؟ 2 أخويا عشان يشيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أكتفهم ويجيبوه. فوصلوا المدينة، قالوا بدون وجع دماغ كده وبدون مكافحة ولا وجع مشاكل، لا جهز عدتك ومشي معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب بس انتوا تسقطوا الضيافة بتاعتهم النهارده، نديكم الخبر بكره ان شاء الله. ثاني يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ها عرض عليه الاسلام ما اسلم. قال طيب ابلغ باذان ان ربي قتل ربه الليل. طبعا ابنه تأمر عليه في الليل وقتله، ابن كسرى اللي هو هرمز بن شروان، ابنه قتله. فكتبوا التاريخ ورجعوا إلى باذان، قالوا ايش الرسالة؟ قالوا الرسالة يقول لكم إن ربه قتل ربنا في الليل. قال كتبوا التاريخ، قال كتبنا التاريخ، ده اللي الخبر يجي من الفرس إلى اليمن في 14 يوم، فحسبوا من الليلة اللي هي كتبوها هذا الرسولين دول كتبوها إلى يوم وصول الخبر، وجدوا أن القتل تم في نفس الليلة التي قال عنها الرسول. فأسلم باذان وأسلم كل الفرس في اليمن، وأسلم أهل اليمن جميعا برسالة واحدة. ابنه لما مسك أرسل إلى باذان قال الولاية أصبحت لي والأمر لي، وهذا الرجل اللي في المدينة أكرمه وماركه على قبره، كل دعوة خلاص. حتى جاء بعد ذلك فتح على يد سعد بن أبي وقاص وانكسرت المدائن وما فيها، كما سيأتي إن شاء الله في عام سنة 15 مع خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. المهم أن هذا قيس اللي هو قتل ددويه اللي قتلوا في الأصل تآمر على قتل الأنسي، المهاجر بن أبي أمية وعكرمة ربطوهم الاثنين وأرسلوهم إلى أبي بكر أسرى. صرفوا كيف تشاء. فلما وصل عند أبي بكر عنفوا أبو بكر وشد عليه، قال كيف تقتلوا اللي ادعى النبوة وأنتم على الإسلام؟ في الأخير ترتدوا طمع حضوري. المهم إن هم يعني زي ما تقول انكسر ويعني ندم على ما حدث، وتاب الاثنين وعفى عنهم الصديق ورجعهم للبلد مرة ثانية. قال إذا حدث منكم هذا الأمر مرة ثانية، المرة القادمة يكون يقام عليكم الحد على قدر الجريمة التي ترتكبوا. واستقر الإسلام في اليمن، والجيوش هناك انتشرت الحمد لله واستقر، وأهل الردة كلهم عادوا الإسلام مرة ثانية. وطبعا هناك من مات في هذه السنة، ماتت فاطمة رضي الله عنها، لأنها في سنة 11 السنة ما خرجش منها. فاطمة رضي الله عنها بعد موت الرسول ب6 أشهر على الصحيح، كما قالت عائشة رضي الله عنها ماتت بعد رسول الله ب6 أشهر، وقبل أن تموت أوصت أسماء بنت عميس أن تغسلها. مين هي أسماء؟ زوجة أبي بكر، وكانت من قبل مع جعفر بن طالب، وبعد أبي بكر كانت مع من؟ علي بن أبي طالب. يبقى عشان ما فيش حاجة اسمها في الإسلام حرج، يعني هذه أسماء كانت بعد ما مات تقول تنشف الأشياء في الشيء ويقول أنا ما يعني حتى ما أنكش شعري بعد جعفر، شعر مدفوع بتبدأ حداد. فلما الصديق بعد ما انتهت العدة خطبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا زوجها فتزوج. فعلي أراد أن يداعبها، فقال للصديق أتأذن لي أن أكلم أسماء من وراء الحجاب؟ طبعا هو تزوجها الصديق، لازم يستأذن منه عليه. فقال له أذنت لك روح، لأنه قلب الصديق على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. خد بالك نفس الرسول صلى الله عليه وسلم نوح إليه، لكن الذي يجول في خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فكره ويتكلم به يتكلم به أبو بكر ولو لم يكن في مجلس الرسول. خلاص القلب على القلب، إيمان واحد. طبعا مرتبة النبوة أعلى، لكن إيمان أبو بكر سبحان الله عالي،
قالت تفضل. فراحوا في الباب المرأة يخبط عليها كده. قالت له من قال علي بن ابي طالب. قالت ما تريد يا ابا الحسن؟ قال يعني قلت ما فك الشعر، طبعا جواب قصيده يعني. قالت دائما يا ابا الحسن لا تسقط عن الدعابات، يعني روح فك عني الان الحاجه زوجي. احنا مش فاضيالك يعني خلاص. انت جاي تفتكر ايام زمان خلاص انتهت العده وانا خطبني من الرسول زوجني، ما اقدرش اعصى الرسول اصلا. هو جعفر اخوه طبعا اخوه ابن ابي طالب. فلما مات الصديق واعتدت تزوجها علي وانجبت منه اولادا. انجبت منه اولاد وانجبت من ابي بكر اولادا، وعندها اولاد من جعفر، يعني لها ذريه كثيره من الثلاثه ما شاء الله. وبعد موت علي تزوجت بولد واحد اخر ما ادري ابن اخته ولا من قريش من الهاشميين برضه، واحد ثاني برضه، وهكذا مات. وهذا يدل يا اخوان مش على اللي بيفعلوه نسائنا الان، لا يحرم علي يحرم لك. تفضل طول القعده تحط عينك في السقف كده ولا تنام وتتزوجي رجل اخر؟ ما تتزوج حرام. الصحابه ما كانوا يدعوا امراه تطلق او يموت زوجها حتى تنتهي العده يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو اي واحد من الصحابه مباشره دون تردد، فلان خلاص تزوجها. وذلك لما فاطمه بنت قيس طلقت طبعا بت في طلاقها خلاص، معاويه بعد العده رضي يتزوجها، وابو الجهم رضي يتزوجها. قد ما تزوجش لما استشير الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله خطبني معاويه خطبني ابو الجهم. قال اما معاويه فصعلوق، يعني ايه؟ فقير. مش صعلوق يعني مسبب، يعني فقير ما عندوش فقير. واما ابو الجهم عصاه على كتفه، يعني طول النهار اللي يقول لا على طول. فانت هتتجوز يا واحد ما عندوش اكل يا واحد العصايه على راسه طول النهار. امال ايه؟ قال اتجوزي اسامه بن زيد فهو خير لك. فتزوجته فوجدت فيه الخير الكثير، وهي قرشيه من قريش من بني مخزوم. كيف هي قرشيه؟ كما كانت زينب بنت جحش مش عايزه تتزوج اباه وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه ابو اسامه. زوج النبي فاطمه بنت قيس لاسامه ابن زيد مولى وابن مولى. وهذا عشان يزيل الطبقيه وحكايه الفرق بين السيد والمولى. لا ما فيش فرق، ان اكرمهم عند الله اتقاهم. فالشاهد ان فاطمه رضي الله عنها لما توفيت اوصت باسماء بنت عميس ان ايه؟ فغسلها اسماء مع علي بن ابي طالب، ان الزوج له ان يغسل زوجته والزوجه لها ان تغسل زوجها. اذا لما مات الصديق غسلته اسماء زوجته، انه كان عنده كم زوجه للصديق؟ عنده اثنين، ام رومان واسماء، وبعدين كمان خارجه بنت زيد اللي هي حبيبه بنت خارجه بنت زيد. حبيبه اللي كان عندها لما الرسول مات في الصلح. قال يا رسول، لما شاف الرسول نشيط قال يا رسول الله اني اراك اليوم يعني متعافيا والليله ليله بنت خارجه. قال اذهب اليه. فما ان وصل مات. جه الخبر جدا. وكانت في الصلح في اعلى المدينه. فكان عنده اسماء بنت عميس وام رومان ام عائشه وحبيبه بنت خارجه بنت مين؟ ام رومان دي ام اسماء. انما حبيبه بنت خارجه بن زيد. حبيبه بنت خارجه بن زيد هذه اللي تزوجها الصديق الثالثه اللي كانت في الصلح لما كان عندها يوم ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس العام توفيت ام ايمن. عارفينها ولا لا؟ بركه. ام ايمن بركه الحبشيه رضي الله عنها، وكانت حاضنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قد ورثها عن ابيه عبد الله وقيل عن امه، وكانت حاضنه له. قال كان يقول هي امي بعد امي. هي امي شوف الوفاء وهو رسول وسيد بني ادم وسيد البشر وسيد قريش وهاشم شريف، وهي اما يقول هي امي بعد امي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها دائما، انها كانت جاريه عنده واعتقها وزوجها لعبيد فانجبت له، وكان عبيدا عبدا برضه. زوجها لعبيد واعتقها الاثنين، صاروا الاثنين ايه؟ عتقاء. فانجبت له ايمن، فمات عبيد وابنه ايمن في حنين الاثنين. وزيد بن حارثه زوجها
زوج أم أيمن من زيد بن حارثة بعد عبيد، فأنجبت له من؟ أسامة، فهي أم أيمن كنيت بابن أبيها بابن زوجها الأول هو عبيد، وأنجبت أسامة من زيد. فماتت أم أيمن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر قالوا زي ما كان، شوف حتى كان يتأسر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الزيارة، كان بيزورها ويروح يزورها، كان بيزور فلان ويروح يزورها، اللي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة العادية كان يفعلها. فلما دخلوا عليها بكت، قالت تبكي ليه؟ أما تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت أعلم، لكن ما يبكيني أني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، أنا عارف هذا الكلام ده، لكن يبكيني أن الخبر انقطع عن السماء، انقطع من السماء الأرض، انقطع ما ينزل الوحي إلى الأرض ثاني خلاص. هذا هي اللي يبكيني، لأنه بموت الرسول انقطع الوحي، وانقطاع الوحي هذا معناته أي خبر في الأرض ما حدش يعرف عنه شيء، هذا العلم عند الله. لكن الأول كان إيه؟ كان الوحي ينزل بكل، يعني لما اتهمت عائشة نزل الوحي بره، لما أي أمر كان يحدث ينزل الوحي، يسألونك ينزل الوحي إيه؟ يعطي الإجابة. فقالت أنا أبكي لأن الوحي انقطع عن السماء. ومات أيضا ثابت بن أقرم، فاكرينه؟ الذي أول شهد بدر وكان في مؤتة، فلما قتل زيد وجعفر وابن رواحة سقطت الراية. من الذي أخذها؟ ثابت بن أقرم هذا ابن ثعلب، أخذ الراية رفعها، لأن الراية ما دام سقطت الجيش يفر، فرفع الراية تم. فأول من كان خلفه من اللي رجعوا بعد الفرار إيه؟ خالد. قال خذ يا خالد. قال أنت أسد مني؟ قال أنا أسد منك لكن ما عندي خبرة بالقتال، أنا أخذت لك أنت أعلم بفنون الحرب. ثابت بن قيس هذا ابن أقرم هذا مات في هذا العام، ومات أيضا كان ماشي هو وعكاشة بن محصن لما أرسلهم خالد إلى مالك بن نويرة ورايحين إلى مسيلمة وماشي في طريقه، تعرضوا لطليحة وأخيه سلمة فقتلوا عكاشة، وهذا ثابت بن أقرم قتل واحد منهم، فجاء طلحة وأخوه سلمة قتل الاثنين، قتل ثابت بن أقرم وقتل عكاشة بن محصن، كانوا راكبين الاثنين ضربهم بسهم واحد، فمر خالد فقال إنا لله وإنا راجعون، قتل خمس. وكذلك قتل أيضا ثابت بن قيس الذي بشره النبي بالجنة وأنه سيموت شهيدا، مات في اليمامة لما تفرق الناس، وقف هو سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وكان من الحفاظ، وزكى المعركة ذهب فيها أكثر من 600 من الصحابة من حملة القرآن، وهذا السبب الذي دفع الصديق إلى جمع القرآن، معركة اليمامة. فلما شاف الناس انفضت جاء سالم وثابت حفروا حفرة ونزلوا فيها بينهم، وكل واحد ظهره للتاني، كل واحد يقاتل الجهة من دي والثاني يقاتل في هذا الجهة، يعني هذا يقاتل الذي يأتي من أمامه ويدافع عن الذي خلفه، والثاني يقاتل الذي يأتي من أمامه ويدافع عن الذي خلفه، يعني كل واحد يستر الثاني، وظل يقاتل في الحفرة حتى استشهد. فلما مات مر واحد من المسلمين فوجد ثابت، وجد الدرع بتاعه، خد الدرع بتاعه وراح على البيت بتاعه والخيمة بتاعته في آخر العسكر وحطها تحت برمة وحط عليها رحل، يعني إيه؟ رحل بعير. فجاء ثابت في المنام، وهذه المعجزة، معجزة له بعد موته، جاء في المنام لأحد الجيش وقال له إن درعي أخذه فلان في الخيمة الفلانية في نهاية العسكر، وضعها تحت برمة وفوقها رحل، لا تقل أنه حلما بل هو منام، اذهب إلى خالد وأبلغه، لأنه خالد هو القائد. فأخذ الرجل الرؤية بالجدية وذهب إلى خالد، فأرسل خالد بعض الناس إلى المكان فكشفوا الرحل وكشفوا البرمة فأخرجوا الدرع. قال له ولقد أوصاني أن أبلغ الصديق أن عليه دين قيمته كذا وكذا يقضى من كذا، وأن عنده عبد رقيق فهو حر لوجه الله عز وجل. بعد ما أعتق العبد، شوف أعتق في الرؤية، أعتق العبد في الرؤية. فلما رجعوا أخبروا الصديق بالكلام فنفذ وصيته
وأعتق عبدا وقضي دينه، وما أحد نفذت وصيته بعد موته برؤيا إلا ثابت بن قيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: رضيت. فعاش حميدا ومات شهيدا وهو في الجنة كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مات برضه حزن ابن أبي وهب، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه سهل. قال له: لا، أنا مسيت اسم أبويا سماه لي. طب أنت بتعصى الرسول ليه؟ ده الرسول قال لك أنت اسمك سهل. قال: لا، أنا أبويا سماني حزن، حفظ الحزن على طول. قال: ما خرجت الحزون منا أبدا. ليه؟ لأنه ما قبل الاسم، لكن ظل على الإيمان، لكنه إيه؟ يظل دائما إيه؟ فيه كبآبة وفيه حزن. طبعا في قتلى كثير قتلوا واستشهدوا في هذا العام من عقاشة بن محسن، عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله المؤمن الشاب، وأبو حذيفة مولى عتبة بن ربيعة ابن عتبة بن ربيعة، ومعن بن عدي، وعقاشة بن محسن. كل هؤلاء استشهدوا في هذه المعركة. وحبيب طبعا مسلم بن الكذاب دخل له رمح حرب وحشي، فلما سقط الوحشي ضربوا الحرب سقط، فكمل عليه أبو دجانة ضربوا بالسيف قطع رأسه، واستشهد أبو دجانة أيضا في هذا العام. وهؤلاء كلهم من إيه؟ من شهداء هذا العام بدون ما نربط فيهم، لأن أخذنا من تفصيل هناخد 4 دروس. ثم تبدأ بعد السنة 12 هنبدأ فيها إن شاء الله بالسرية التي أرسلها الصديق مع خالد إلى أهل العراق. إلى العراق يبقى يتحرك بقى الصديق خالد فين؟ على العراق، عشان بعد كده ينزل على الشام في اليرموك. ينزل من العراق على يسيب المثنى بن حارثة في العراق ويرجع إلى اليرموك مع أبو عبيدة بن الجراح ضد الروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا بالحب والرضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.